النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الفراخ وملوخيه. اول حاجه الفراخ هعملها بطريقه جديده النهارده، وطريقه حلوه وسهله، وطريقه كمان مختلفه عن العادي اللي احنا متعودين عليه. انا جبت فراخ وغسلتها الاول، بشيل انا الجلد والدهون كلها اللي بتبقى في الفرخه، وبنقعها في محلول ملح وخل عشان نشيل اي زفاره منها لحد ما يبقى شكلها كده. اهي بتبقى نضيفه جدا وشكلها مختلف. وكمان بفتح الصدور كده، وكمان الورك بتاع الفرخه بفتحه كده عشان التتبيله تخش فيه وتديله طعم. اهي واهم حاجه اللي هو محلول النقع اللي هو الملح والخل، بتنقعيها لمده ساعه. بعد كمان معايا هنا بصل متقطع اللي هعمل بيه التتبيله او الخلطه اللي هضيفها للفراخ. معايا توابل، فلفل اسمر، جنزبيل، والجنزبيل ده مهم في مع الفراخ بيدي طعم حلو قوي. ملح حسب المذاق، توم بودره، بابريكا. معايا بصلتين دول هضيفهم في الاخر على الفراخ بالتزيين. معايا خل، كمان دبس الرمان ده هضيفه مع التتبيله بتاعه الفراخ. دبس الرمان من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي للفراخ، والطريقه ديت حلوه قوي، هتديكي الفراخ طعمها حلو وشكلها حلو. البصل خلاص اهو خلص معايا، لازم يبقى ناعم قوي. هو كل ما يكون ناعم هيكون احسن وهيدي طعم كويس مع الوصفه دي. خلاص انا عملت البصل كده ناعم خالص، هبدا اضيف له التوابل. هضيف حوالي ربع كوبايه خل، هضيف دبس الرمان، معلقه كبيره دبس الرمان، ولو ما عندكيش دبس الرمان ممكن تضيفي برضو واحده ليمونه، هي برضو ممكن تديكي نفس طعم المزازه دوت، يبقى ليمون وخل لو ما عندكيش دبس الرمان. هبدا دلوقتي هاخد الفراخ كده اهي بالشكل ده، وهحط لها التتبيله كده واسيبها تتبل لمده نص ساعه. اهو هحط كده التتبيله اللي في الفراخ، ولازم تفتحي كده الصدر بتاع الفرخه وتحطي فيه التتبيله ديت كده. الفراخ اهي تبلتها كلها وهسيبها لحد ما تتبل، وبعد خلاص اهي اتبلت معايا وانا حطيتها في الصينيه وضفت لها حوالي معلقتين زيت كبار، وهحطها في الفرن. سخنت الفرن الاول واحطها في الفرن على الرف التحتاني عشان تستوي. بس المهم اول ما تحطيها تغطيها عشان تستوي كويس اهي، وبغطيها وبسيبها لحد ما تستوي نص تسويه، وبعدين بشيل الغطا من عليها وبقلبها، وبعدين بسيبها بقى ايه لحد ما تكمل سواها. دلوقتي رز ابيض، جبت قطعه زبده وشويه زيت وغسلت الرز هنا كده، وهشوحه بقى في الزيت والزبده كويس. ضيف الملح، كل كوبايه رز عليها معلقه ملح، عليها كوبايه ميه. لازم الرز يتشوح معايا كده، هضيف له الميه. ولو عملتي الرز وحسيتي ان هو بعد ما تشرب الميه ان هو لسه ني شويه، ممكن تضيفي له شويه ميه، عشان في انواع من الرز بتبقى محتاجه ميه اكتر. على نار عاليه لحد ما يشرب الميه بتاعته، وبعد كده بتهدي عليه النار. خلصت معايا اهي، وانا جهزت لها هنا بصله متقطعه قطع كده صغيره، حطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل وقلبتها فيها كده، وهبدا اضيفها هنا على وش الفراخ كده بالشكل دوت. دي بتدي طعم حلو للفراخ لما تتاكل معاها. ممكن لو عندك سماق بتضيفيه، ما عندكيش بتضيفي ملح وفلفل دوت كافي كده. شكلها صينية الفراخ بدبس الرمان والبصل والتوابل. ممكن تحطيها في سندوتشات وتاكليها برضو بالطريقه ديت، بتفصصيها وتاكليها وتحطي معاها البصل وتاكليها كده بالشكل ده. وكده صينيه الفراخ خلصت. هي خضراء، انا جهزت الشوربه بتاعتها، حطيت معاها معلقه كزبره ناشفه، مكعب مرقه، ظبطت الملح بتاعها. هضيف لها بقى كمان معلقه سكر صغيره، هي دي اللي بتدي الطعم الحلو للملوخيه وتحافظ على لونها. معلقه صغيره حاطه فيها،
وبتغسليها كذا مرة، وبعد كده بتصفيها او بتنشفيها بفوطة تكون مخصصة للمطبخ او قماشة تكون نظيفة. وبعد كده بتروحي فردها على الصينية وتخرطيها. وبعد كده بنبدأ هنضيفها هنا اهي. الملوخية انا مجهزاها اهي بالشكل ده. والافضل انت ما تكوني هتعملي ملوخيه بتجهزيها قبلها بيوم عشان ما تاخدش وقت معاكي. انا بعمل كده، بنضفها واجهزها وقبلها بيوم. هبدا اضيف الملوخيه كده للشوربه. ضفت الملوخيه اهي في الشوربه، وهقلبها لحد ما تندمج مع الشوربه كويس. جايبه طاسه تانية وحاطه فيها توم وشويه زيت وقطعه زبده او سمنه، اي حاجه متاحه عندك، او لو حابه تعمليها بالزيت بس بتعمليها اهي كده. هسيبها تتحمر عبال ما الملوخيه تستوي عشان اضيفها عليها، اعمل لها طشه. اول ما تبدا تطلع رغوه كده بيضه بشيل انا الرغوه ديت عشان الملوخيه ما تسقطش منك في الحله. لازم ما تغطيهاش بعد ما بتسويها، وكمان ما بتكونش مكتره الشوربه قوي، بتخلي الشوربه مش كتيره عشان ما تبقاش خفيفه فتسقط منك وتبقى صيصه يعني منك. التومه خلاص احمرت معايا، هبدا اضيف لها الكزبره كده، وهبدا اضيف عليها بقى معلقه الملوخيه والطشه. ده الاكل بتاعي النهارده اهو، رز ابيض وملوخيه خضراء وصينيه فراخ بالبصل وشوربه لسان عصفور. هنا والشفا، واتمنى ان تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا وصفه الملوخيه ديت ووصفه الفراخ دي، طريقه جديده. وما تنسوش اللايك والشير وكمان الاشتراك في قناه اطبخي مع بسمة خليل.